بعد إسدال الستار على ميركاتو شتوي مخيب للآمال، وبناء على الصورة الباهتة التي ظهر بها المغرب الفاسي في مواجهته الأخيرة ضد الدفاع الحسني الجديد، بات من الضروري وضع الأصبع على مكامن الخلل التي تهدد مسار الماس هذا الموسم. أولى طلقات النقد يجب أن توجه، وتحديدا الجادوري. المتتبع للشأن الفاسي يرى فشلا ذريعا في تدبير ملف الخصاص، خاصة على مستوى الأجنحة. العالم أجمع يدرك حاجة الماس لتعزيزات في هذا المركز، لكن الإدارة اكتفت بتقديم مبررات واهية من قبيل رفض الأندية تسريح لاعبيها، في حين نجد هؤلاء اللاعبين ينتقلون بسلاسة لفرق منافسة، مما يطرح تساؤلا مشروعا: هل هناك رغبة حقيقية في المنافسة، أم أن هناك من يعمل من الداخل على كبح طموح الفريق؟ تقنيا يسوق البعض للمدرب على أنه غوارديولا البطولة، والحقيقة أنه مدرب جيد تكتيكيا، لكنه يفتقد للواقعية المطلوبة في الدوري المغربي. المدرب يعتمد عقليات تدريبية معقدة تتطلب وقتا طويلا لإدماج اللاعبين، وهو لا يمكن لفريق يطمح للقب. بريكا كان الأبرز في المباريات الودية قبل بداية البطولة، والآن أصبح لاعبا عاديا. قال ملعب وهذا عادي نظرا لسنه وتجربته، ولكن كيف يصر المدرب على إبقائه تائها في الملعب أمام الجديدة دون حلول، ليتم تعويضه في النهاية بلاعب مثل يامجا الذي لم يقدم إضافة تذكر؟ ما الجدوى من إبرام تعاقدات مثل القدامسي إذا كان مصيرهم البونتوشو؟ من غير المقبول أن يصر المدرب على إشراك لاعب بمستوى هاوي مثل أيت علال. مع كامل الاحترام للاعب، مكانه الطبيعي هو مدرسة التكوين وليس التشكيل الرسمي لفريق ينافس على الصدارة. الإصرار عليه هو ظلم للاعب وللفريق معا، فمن يريد البطولة لا يصبر على أنصاف اللاعبين، بل يعتمد على الجاهز. الحقيقة التي تجلت للجميع بالأمس هي أن تتويج المغرب الفاسي باللقب هذا العام بات في معجزة. فريق يضرب طموحه بيده عبر ضعف الانتدابات وعناد تقني من مدرب لا يجيد قراءة واقع البطولة، وتحت إشراف الجادوري أثبتت الأرقام والنتائج فشله في تدبير المرحلة.